ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ النهارده هنبتدي في كورس ال CSS. ده عباره عن كراش كورس، ما فيهوش اي ادفانسد ليفلز او اي ادفانسد كونسبتس. مش هنتكلم عن الانيميشن او الفليكس بوكس او حتى الميديا كويرز والحاجات اللي هي ادفانسد قوي. هنتكلم في اساسيات وحاجات بسيطه. غرضنا النهارده ان احنا نعرف ايه هي CSS وازاي بتشتغل يعني اساسياتها كده، بس ان احنا نقدر نعمل سيمبل ويب بيج. السي اس اس هي اختصار لكلمه كاسكيدنج ستايل شيت، ودي عباره عن ستايل شيتس بالمعنى الحرفي. يعني بيكون في وصف للستايل بتاع الويب سايت هيكون عامل ازاي. يعني مثلا الالوان، الشكل مثلا بتاع الفونت هيكون عامل ازاي، الباك جراوند، الصور اللي هتتحط، احجام العناصر، وكل الحاجات دي. لو ما شفتش ال HTML كراش كورس ضروري تشوفه، علشان مفيش CSS كود هيتكتب غير لما يكون في HTML مكتوب، لان بطبيعه الحال احنا بنكتب ال CSS كود علشان نطبقه على صفحة ال HTML اللي موجودة. ويلا بينا نبدأ الكورس. طيب احنا فاتحين البروجكت بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه في كورس ال HTML. لو ما شفتوش طبعا زي ما قلت لك ايه، ارجع شوفه، علشان اكيد مش هتعرف تعمل CSS من غير ال HTML. طيب قبل ما نبتدي نتكلم عن ال CSS كسنتكس، احنا لازم نعرف ازاي بنكتب اصلا كود ال CSS، او فين المكان اللي بنكتب فيه الكود. عندنا 3 طرق، تمام، او 3 اماكن بنكتب فيها CSS. اول حاجة، تمام، اسمها inline. يعني ايه inline؟ في الكورس بتاع ال HTML اتعرفنا على حاجة اسمها الايه، الاتريبيوتس. فالinline هو عبارة عن ان انا اكتب الاتريبيوت اللي اسمه ستايل، وافتح كده مثلا يعني دبل كوت، واكتب الايه، الكود بتاعي. طيب ما علينا، بعيدا عن الكود اللي اتكتب، انا هعمل ريفرش كده، هلاقي ان انا الكود اتطبق. طيب ابتدي مثلا اقول له باك جراوند كولر مثلا ايه، ممكن نخليه ريد مثلا، واعمل كده، هلاقي الباك جراوند بقت ريد. هتقولي طيب انت اللي انت كاتبه ده مش هتشرحه؟ لا طبعا انا هشرح لك كل حاجه، ولكن واحده واحده. انا بعرفك الاول الطرق اللي احنا ممكن نكتب فيها الايه، الكود. طيب سيبنا من الطريقه دي، نرجع كده، رجع تاني عادي جدا. في طريقه اسمها internal. طيب الطريقه دي معناها ايه؟ الطريقه دي معناها ان انا بحط مثلا في الهيد ملف اسمه ستايل، اسف تاج اسمه ستايل، تمام، وممكن التاج ده برضو احطه في البادي، ولكن خلينا نبتدي بالايه، نبتدي نحطه في الهيد الاول. لو انا مثلا عايز ادي للفورم ده، فانا هكتب هنا فورم، تمام، وهبتدي اعمل كده، واقول مثلا هديله الحاجات دي، اعمل ريفرش، هلاقيه اتنفذ عليه الستايل، الخلفيه اتغيرت بقى في النص، الشكل اتغير وما الى ذلك. ممكن ابتدي اكتب مثلا input، تمام، واديله كمان كده، فيبتدي ايه، يظهر معايا. طيب هل مكان الستايل ده لازم يبقى في الهيد؟ لا، انا ممكن احط الستايل ده، اخده كده احطه مثلا في البادي فوق هنا اهو، تمام، وزي ما انت شايف اعمل ريفرش الاقيه برضو بيتنفذ. طيب انا ممكن احطه تحت خالص، ممكن تحطه تحت خالص عادي جدا في البادي برضو. لو عملت ريفرش كده هلاقيه راح، تمام. هاجي اعمل هنا مثلا احطه كده واعمل ريفرش، هلاقيه ايه، هلاقيه برضو اشتغل عادي جدا. طيب يبقى الطريقه دي اتفقنا اسمها ايه؟ الطريقه دي لما بكتب الكود ال CSS جوه ملف ال HTML في تاج اسمه ستايل، بسميها internal، تمام. والطريقه اللي قبلها اسمها ايه؟ اسمها inline، اللي هي ان انت بتكتب في نفس اللاين، تمام، بتاع التاج، بتكتب الايه، بتكتب الستايل بتاعك في الاتريبيوت اللي اسمه ايه، اللي اسمه ستايل. طيب تعالى بقى نعرف الطريقه الثالثه والاحسن والاصح، وهي طريقه الاكسترنال. طيب طريقه الاكسترنال دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بروح انشئ ملف CSS بره كده، فبقول له نيو فايل مثلا، بقول له مثلا ايه، style.css، تمام، وادخل اكتب الايه، وادخل اكتب الكود بتاع CSS. ولكن انا هنا مش محتاج طبعا ايه، كود، مش محتاج التاج بتاع ال HTML ده، تمام. وادخل كده ارجع ورا كده، تمام. وطبعا انا عامل الاوتو سيف، بيعمل سيف تلقائي، انت محتاج تدوس كنترول اس او تعمل حفظ لو انت مش عامل الاوتو سيف. طيب هاجي اعمل ريفرش هنا، هلاقيه مش متطبق. هتقولي ايه ده، ازاي ده انت حاططها في الملف اهو؟ هقول لك الملف اللي اسمه اندكس يعرف منين ان انت عامل ملف اسمه ستايل، والملف ده يعني مربوط بيه، المفروض يتربط بيه. فبالتالي انا لازم اجي هنا في الهيد وابتدي احط حاجه جديده، تمام، حاجه جديده او تاج جديد. اسمه ايه
التاج ده اسمه لينك. تمام. طيب لينك تمام بيبقى تاج اسمه لينك وما بيتقفلش زي الميتا تاج بالظبط، ما بيتقفلش كده، وببتدي ان انا احط له 2 اتريبيوتس. الاتريبيوت الاولانيه اسمه ريل او ريليشن حاجه زي كده، اللي هو ريليشن شيب. تمام. ايكوال ستايل شيت. هنا انا بعرفه ان اللينك ده اللي انت هتعمل معاه عباره عن ملف ستايل شيت اللي هو سي اس اس. تمام. طيب وبعد كده في الاتش ريف او الهايبر ريفرنس هيبقى ايه؟ هيبقى الباث بتاع ملف الاتش تي السي اس اس. طيب انا مسمي الملف دوت ستايل دوت سي اس اس وهو في نفس الفايل، يعني هو جنب الفايل بتاعي، جنب ملف الاندكس بتاعي، وبالتالي انا مش محتاج احط له اي حاجه قبليه. تمام. طيب لو انا حبيت مثلا لو انا عملت ريفرش بالشكل ده هلاقي ان البتاع ده اتطبق. هتقولي طيب افرض انا عايز احط الستايل ده، انظم الدنيا بقى واحطه مثلا في ملف اسمه سي اس اس، واجمع في كل ملفات السي اس اس اللي انا عايز اعملها لو انا ايه هحط بقى في مشروع كبير وكده، ودخلت الملف ده جوه. تمام. وقلت له موف، هاجي اعمل ريفرش هلاقي اصلا ان مش متعرف عليه. طب ليه بقى؟ لان الباث اتغير. هنا انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اقول له ان انت جوه ملف اسمه سي اس اس تمام سلاش ستايل. ليه؟ انا الفولدر اهو اللي اسمه سي اس اس ده فولدر. تمام. ولو فتحته كده هلاقي جوه الفولدر الملف بتاعي. تمام. طيب انا كده عرفت هعمل ريفرش هلاقيه اشتغل اهو. ليه؟ لان انا حطيت الباث المظبوط الصح. طيب انا كده عرفت الطرق اللي ايه اللي بضيف بيها السي اس اس. تعالى بقى نبتدي ندخل على السي اس اس نفسه كسنتكس عباره عن ايه. تعالى نبتدي واحده واحده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونسمي كل حاجه بمسميات. اول حاجه بيبقى اسمها السلكتور. تمام. السلكتور ده عباره عن ايه؟ السلكتور اللي هنا ده هو عباره عن العنصر اللي انت بتستهدفه. تمام. فلو انت مثلا يعني بتستهدف العنصر اللي اسمه فورم، تمام، فانت بتكتب هنا اسم العنصر، اسم التاج فورم. طب انت مثلا عندك عنصر اللي هو الديف. تمام. يبقى انا ببتدي ان انا احط هنا كلمه ديف. هتقول لي طيب انا لو عايز اطبق على البادي كله هل ينفع؟ هقول لك لو جبت على البادي كله وجيت هنا حطيت بادي اهو، بادي مثلا يعني، وانا لو عملت ريفريش هنا مش هلاقي اي ستايل، وهاجي اقول له مثلا باك جراوند. حلو. باك جراوند كولر مثلا كده ماشي، وهعمل ريفريش هلاقي الباك جراوند اتغيرت. لو دي مش واضحه قوي ممكن نغيرها عادي، نعمل ريفريش هلاقيها اتغيرت اهي. هتقول لي طيب لو انا جيت عملت في ال HTML، طبعا احنا ما بنعملش كده ولكن احنا ممكن نجرب اهو، هنلاقي ان هي بتتغير عادي جدا. تمام. اهو ممكن اعمل كده. تمام. اهو اتغيرت. ولكن احنا ما بنعملش كده. لما نحب نعمل تغيير على جميع العناصر او في البادي بنكتب كلمه او بنكتب العنصر بادي، ما بنغيرش في ال HTML نفسها. هتقولي تمام ممتاز قوي، انا كده فهمت حته السلكتور اللي فوق دي عباره عن اسم العنصر اللي انا اللي انا عايز استهدفه او اللي انا عايز اعمل له اغيره. هقول لك برافو عليك مظبوط قوي. العنصر اللي بعد كده عباره عن ايه؟ هتلاقي عندك الاقواس دي. القوس ده بيعبر عن ان انا كده هبتدي احط البروبرتيز جوه جوه القوس ده، وبعد كده اقفله لما اخلص كتابه البروبرتيز بتاعتي كلها. هتقولي حلو قوي. بعد كده تمام بحط بقى البروبرتي نفسها. البروبرتي نفسها ممكن تبقى مثلا كلر. تمام. وببتدي ان انا احط بعدها فاليو. طبعا الكلر بحط بعدها العلامه دي. تمام. وبعد كده بقفلها بسيمي كولون. ما تنساش السيمي كولون، ما تنساش السيمي كولون، دي اهم حاجه. ان انت ممكن تكتب كده وبعد كده تكتب مثلا يعني باك جراوند. تمام. مثلا باك جراوند انا اسف باك جراوند كلر، وبعد كده فاليو مثلا ممكن ندي كلر ريد، وبعد كده الباك جراوند مثلا بلو. حلو قوي. واجي اعمل مثلا كده ريفرش مش هلاقي اي حاجه. هتقول لي يا نهار ابيض ايه اللي حصل؟ هقول لك انت بس نسيت هنا السيمي كولون. تعال اعمل ريفرش هتلاقي فعلا ان الكلر ده هو عباره عن الالوان بتاعه النصوص. هتلاقي النص فعلا بقى احمر. تمام. والباك جراوند كلر بقت بلو فعلا. طبعا الوان فاقعه جدا توجع العين. تمام. هتقول لي استنى بس، ده انت ناسي هنا السيمي كولون يا معلم. ازاي شغال؟ ده اخر سطر في السلكتور ده. تمام. في البادي. تمام. طب هتقول لي لو انا كده كتبت مثلا اي حاجه، مثلا فونت مثلا فونت سايز 20 هيتطبق؟ هقول لك مش هتطبق. انت كده بوظت ده وده. ليه؟ لان انت نسيت انت هنا نسيت السيمي كولون في مكان هو المفروض مش اخر جزء خالص. يعني هنا انت ممكن تشيل السيمي كولون مش مشكله، اخر حاجه في البادي. ممكن بعدها مثلا يعني ادخل ديف. تمام. وافتح كده احط بعض العناصر يعني. تمام. ما علينا ايا كان هي مش مشكله. تمام. بس اهم حاجه السيمي كولون هنا. تمام. ده اخر عنصر
مش في، ما اقصدش ان هو اخر بروبرتي او اخر ميزه يعني في الملف كله، لا، اخر ميزه فين في البادي، بس في البادي قبل قفله القوس دي. تمام. وممكن بعد كده اكتب في الديف اي ديف مثلا عادي ان الباك جراوند بتاعته مثلا تبقى مثلا اكوا. تمام. ونخلي البلو اي لون تاني عشان ما يبقاش فاقع ويوجع العين. ونغير هنا، نعمل ريفرش، هنلاقي ان كل البروبرتيز اتظبطت تمام. ليه؟ انا حاطط هنا سيمي كولون، وهنا مش حاطط سيمي كولون، بس ده ايه اخر عنصر فين قبل القفله، فمش مشكله. طبعا لو الصح ان انا اسيب له سيمي كولون كده هي. تمام. طيب هتقول لي هو اتغير ليه؟ هقول لك لا، هو ما اتغيرش، يعني هو ما اتغيرش بسبب السيمي كولون، هو بس ما كانش مسمع ان الايه ان انا غيرت الريد. يعني لو عملت ريفرش ايا كان هنا اهو، هعمل احط هنا سيمي كولون تاني، هعمل ريفرش، هي نفس النتيجه، هو بس ما كانش مسمع في البراوزر ان انا غيرت الايه الار جي بي. هتقول لي ايه ده انت كنت كاتب لون وهنا بقى فيه ار جي بي، وايه الشغلانه دي؟ هقول لك هنيجي لكل حاجه واحده واحده، ما تستعجل. تعالى نرجع لحته الفاليو دي، اسف مش الفاليو، البروبرتي. تمام. اللي هي مثلا اسمها كلر، وبعد كده الفاليو بتاعت البروبرتي. الفاليو مثلا انا هحط مثلا اكوا. تمام. وبعد كده هقفلها. طيب تعالى بقى ندخل على الايه الالوان، الكلر. تمام. الالوان في السي اس اس عباره عن حاجه من 4، يا اما بحط اسم اللون اللي زي اكوا، ريد، بلو، جرين، وهكذا، وهم اسماء جاهزه موجودين 140 لون تقريبا. تمام. طيب يا اما هيكسا. يعني ايه هيكسا؟ هقول لك انا مثلا كتبت هنا مثلا اهو جرين مثلا. تمام. هاجي اعمل ريفريش هلاقيه جرين. هتقول لي ايه ده الخلفيه راحت وكل حاجه؟ اقول لك ما انا شلت خلاص الاكواد كلها اهو. هتقول لي تمام. طيب هقول لك مثلا انا هكتب هنا مثلا بلو، دي الوان من ضمن ال 140 لون، هلاقيه سمع هنا بلو. تقول لي طيب انا عايز بقى مش الوان صريحه كده، انا عايز اكتب يعني ابتدي اكتب حاجه. هقول لك هنبتدي نكتب هيكسا مثلا، زي مثلا ايه اف 6 كده اهو. الستة دي تمام بالهكسا كود. تمام. بتكون مكتوبه بطريقه الايه الهكسا كود. تمام. 6 حروف بالشكل ده، 6 حروف وارقام. تمام. ممكن اكتب مثلا هنا 0 وهنا مثلا اكتب 7. طبعا كل حاجه هنا، كل رقمين جنب بعض بيعبروا عن بيعبروا عن قيمه معينه. يعني اول قيمتين دول ال0 7 مثلا، دول بيعبروا عن كميه الريد اللي موجودين في الايه في اللون، ودي كميه، والاف مثلا دي كميه الريد. هو طبعا عشان ما عامل تعليمه كده، طيب برضو مفيش فايده. تعالى نعملها كده اهو، ونكتب مثلا 0 1 6 6 مثلا اف 5. تمام. فدي قيمه، ولكن القيمه دي بتتحسب بالايه بالهكسا مش بالديسيمال بتاعنا. طبعا مش موضوعنا، احنا مش في كورس برمجه ولا في كورس هكسا دلوقتي، ولكن انا بحاول افهمك كده سريعا. هتقول لي تمام. طيب دي معناها ان كل رقمين بيعبروا عن قد ايه جرين، قد ايه ريد الاول، قد ايه جرين، قد ايه بلو. طبعا كل ادي رقمين هنا، ادي خانتين هنا، ادي خانتين هنا. هتقولي انا شفت هنا وهو بيقترح عليك 3 خانات بس، ازاي؟ هقول لك انت ممكن تختصر كل خانتين جنب بعض في خانه واحده. هتقولي ازاي؟ هقول لك لما يبقوا ال3 خانات تمام انا عايز اختصرهم كده، فاقول مثلا ان اول خانتين هي بقيمه 1، تاني خانتين بقيمه 0، تالت خانتين بقيمه اف مثلا. فساعتها كده هو انا كده كاني كتبت 1 1 0 0 اف. تمام. ولكن بدل ما اكتب مقرر كده جنب بعض، خلاص انا كده اختصرت فكتبتها بالشكل ده. بس هاجي اعمل ريفرش هلاقيه طبعا باللون ده. تمام. ممتاز قوي. انت قلت لي في 4، احنا كده اتكلمنا عن 2 الكالر نيمز اللي هم حوالي 140، ريد جرين بلو اكوا مش عارف ايه، والهكسا اللي احنا بنحط لها يعني رمز الشباك ده في الاول او رمز الهاشتاج ده. بعد كده عندي الار جي بي. الار جي بي بكتب كلمه ار جي بي. تمام. وبعدين بفتح اقواس كده، وهبتدي ان انا شفت اللي حصل شفت اللي حصل في الهكسا. انا عندي 3 خانات تمام او 6 خانات، كل خانتين بيعبروا عن الرقم ريد جرين بلو. نفس الكلام هنا بالظبط. هنا اول حاجه هنا كميه الريد اللي عندي، انا ممكن اقول له مثلا 255. ده كده 255 ده اقصى قيمه. تمام. 255 ده اقصى قيمه لاي لون في الدنيا، وبالتالي فلما انا بعبر عن كل الالوان باقصى قيمه هي ده بيديني الابيض، كل الالوان بصفر. تمام. ده بيديني ايه؟ ده بيديني الاسود. تمام كده. تمام. طيب انا مثلا عايز اعمل خلط 155 هنا 120 هنا اهو، وهنا 200 مثلا. تمام. وهعمل ريفرش هلاقي لون غريب كده ظهر لي. هتقول لي هنا طب لا انا عايز اقلل مثلا هنا اخليه 10 بس. هقول لك لون جديد ظهر لي، وهكذا بقى. هنا انت بتحط يعني قيمه قيمه كل لون، الريد والجرين والبلو. هنا ريد، هنا جرين، هنا بلو. تمام. الطريقه الرابعه بقى هي تعتبر نفس الطريقه، ولكن بنضيف خانه زياده اسمها الشفافيه الاي. تمام. اللي هي الالفا. تمام. هنا بقى ببتدي احط
احط خانه هنا برضو زياده وابتدي اكتب رقم من 0 ل1. تمام. طبعا مش بالطريقه دي، يعني الطريقه دي غلط. انا هنا بقول لك ان ده بيديني رقم من 0 ل1. مثلا ممكن اكتب 0.1، فانا كده خليت الشفافيه هنا بتاعت اللون بص يعني شبه شفاف. ممكن اديله 0.8 فخليه يعني هو باين بس اخف شويه من ال1. هنا ممكن احط 1، ف1 دي كده كأن الشفافيه كامله كده اهو. حلو كده، حلو قوي. طيب دي بالنسبه للكالرز. عندنا الفونتس هنا بقى. يعني ايه فونتس؟ احنا لسه بنقول الفونت اهو. بص كده تمام. هنا بنبتدي نتكلم عن الفونت فاميلي. الفونت فاميلي بتاعت بص اهو. انا اول ما غيرت شفت الفونت اتغير ازاي. انا استخدمت فونت فاميلي تمام لكل النصوص اللي في البادي تمام اسمها اريال. تقول لي ايه ده عمل فاصله وبعد كده كتب سانس سيرف. هقول لك ده في حاله ان هو دور على الفونت ده وما لقاهوش، بس الفونت ده كده كده موجود اصلا باي ديفولت في المتصفح، فكده كده هيلاقيه. فتعالى نشيل بس دي الاول ونبتدي نتكلم عن الايه الفونت فاميلي. طيب مبدئيا كده عائله السيرف وعائله السانس سيرف في الفونتس تمام موجوده في كل المتصفحات تقريبا بتدعمها. تمام. وعندنا برضو باي ديفولت في حاجه اسمها ويب سيف فونتس تمام اسمها تايمز نيو رومان و اللي هي والاريال دي وحاجه اسمها هلفتيكا تقريبا. رقم اسم غريب كده يعني انا مش متذكره بصراحه، ولكن احنا ممكن نجيبه من هنا اهو مثلا الفونت ده. فانا ممكن كده اشيل ده واقول له ايه حط لي البتاع ده، اعمل ريفرش. اوكي ده هو شبه الاريال. اوكي ممكن حلوه اريال دي. تعالى نشيل كده ونجرب سان سيرف عامل ازاي. هو مش بيسمع عليه كلهم شبه بعض ولا ايه؟ بص سيرف شكله مختلف. هاجي اعمل مثلا هنا سان سيرف. بص بقى شكله عامل ازاي. طيب ممكن اعمل كمان كده اهو واعمل كده اهو. اوكي ده هو اصلا. تعالى نعمل كده. ده هو ده الشكل بتاعه فعلا. طيب تعالى نعمل كنترول زد ونبتدي باريال ده ونعمل ريفرش. هو شكله شبه الايه الهلفيتيكا باين مش عارف ولا بيسموه ايه. ما علينا. تمام. انا عندي الفونت فاميلي دي تمام ممكن اديها قيمه معينه. حلو. وممكن اديها قيمه احتياطيه بعد كده. هتقول لي طب ما طالما كده الفونتس دي موجوده باي ديفولت في ايه في المتصفح، انا ليه محتاج ادي قيمه احتياطيه طالما كلهم موجودين؟ اقول لك والله انا ممكن مثلا ابتدي اجيب مثلا جوجل فونتس تمام يعني فيما بعد هنبتدي نعرف جوجل فونتس ازاي بنعمل لها امبورت. تمام. غالبا بنعمل لها امبورت عن طريق برضو لينك تمام زي ده، ونبتدي ان احنا نستخدم فونت مثلا معين اسمه مثلا فلنقل مثلا يعني انا اخترعت فونت جديد وسميته جلبي مثلا. تمام. وهو هيدور الاول على الفونت اللي اسمه جلبي. تمام. تعالى نشيل كده اهو. انا عايزه يدور الاول على الفونت اللي اسمه جلبي. لو ما لقاهوش هيدور على سيرف على طول. فهيبتدي يدور كده هنا ما جابليش اي فونت اسمه جلبي. فعلا ما فيش فونت اسمه جلبي. هو ما لقاش. تمام. ما لقاش ولا لقى في المتصفح ولا لقاني محمل هنا اي مثلا ستايل شيت يخص اي فونت. تمام. فدخل على طول على سيرف فبدا ان هو يعرضه بالشكل ده. تمام. هتقولي طب انت ليه هنا حاطط البتاع دي؟ هقول لك الاسماء بتاعت الفونتس المكونه من كلمتين. يعني مثلا ممكن اصلا في بعض الفونتس يعني انا افترض ان في فونت اسمه مثلا نيو اهو يا باشا. بص تايمز نيو رومان. تمام. ما ينفعش ان انا اكتبه كده اهو. دي مشكله بقى. شوف ايه اللي حصل. هو فهم ان في تايمز هنا وما فهمش نيو رومان اللي بعدها. تمام. لكن طول ما انا حاطه في كوت بالشكل ده او دبل كوت هو قدر يفهم ان دي كلمه على بعضها. اسم الفونت على بعضه هو اكتر مكون من كذا كلمه. تمام. طيب هنا مش حاطط ليه؟ هقول لك لان هو هنا بكل بساطه هو مكون من كلمه واحده فخلاص مش محتاج. هتقول لي يعني هيرفض يعني. اقول لك لا بقى حطه اهو ومش هيقول حاجه. اوكي ده هم كلهم شبه ماشي كلهم شبه بعض يعني ماشي. تمام. او ممكن يكون في حاجات مش متحمله في المتصفح عندي ما علينا. لكن طول ما هو اسم واحد كلمه واحده مش لازم تحط له. طيب احنا كده فهمنا حته الفونت فاميلي. تعالى نفهم حته تاني. تمام. اسمها وحدات القياس. وحدات القياس دي عباره عن ايه؟ تعالى ندي مثلا فونت سايز ده هو عباره عن حجم الفونت اللي موجود مثلا في البادي. مثلا انا ممكن ابقى حابب حجم الفونت بتاعي يبقى 16 بكسل فاجي اعمل ريفرش كده. هو باي ديفولت اصلا في المتصفح بيبقى 16 بكسل. تقول لي طب انا حابب ان انا اكبره واخليه 32. اعمل ريفرش كده هلاقيه كبر فعلا بقى 32. حلو. طيب تعالى نعمل حركه حلوه قوي. تعالى بدل ما نستخدم وحده البكسل نستخدم واحده اسمها اي ام. فهستخدم مثلا 1 اي ام واعمل ريفرش كده هلاقيه اشتغل كده بالشكل ده وحطوا لي يعني بنفس الشكل القديم. هتقول لي يعني ال1 اي ام ايكوال 16 بكسل. هقول لك بس هي متغيره. هتقول لي يعني ايه متغيره؟ هقول لك تعالى كده نقول مثلا ان الفونت سايز ايكوال 16 بكسل وانا جيت ده في البادي. تمام. وانا جيت في
في الفورم عايز اكبر الفونت بتاعي شويه، فجيت خليت الفونت سايز بتاعي مثلا 2 حلو كده 2 وعملت ريفرش. ف 2 احنا خلاص متفقين ان ال 1 باي ديفولت في المتصفح ايكوال 16 بكسل. تمام. فلما انا خليته 2 ضربت ال 16 في 2 فبقى ال 16 بكسل او الفونت بقى بدل 16 بكسل بقى 32. تمام قوي، حلو قوي. طيب هتقول لي طب افرض انا جيت هنا، او انا اللي هقول لك بقى، لو انا جيت هنا لعبت هنا وغيرت من 16 ل 10 هعمل ريفرش هلاقي صغر. هتقول لي ازاي ده جوه الفورم؟ هقول لك ما هي انا عشان كده قلت لك ان الاي ام هي متغيره. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده الاي ام دي هي الوحده اللي انت بتقيس بيها الديفولت بتاعك قد ايه، وانت هنا بتضربه في العدد ده. يعني مثلا انا خليت البادي الديفولت بتاعه 10 بكسل، فهنا هو 2 في 10. هتقول لي طب لو انت خليت الديفولت بتاع البادي 32، هقول لك يبقى كده هنا 2 في 32. هضرب كده هيجي لي اهو. هتقول لي طيب انا ممكن ابقى عايزه 0.5، فانا هنا خليت الفونت سايز بتاع الفورم هو نص الديفولت اللي انا مخليه اصلا 32، فنص الديفولت اللي هو ايه؟ اللي هو 16. تمام، حلو قوي قوي قوي. طيب عندي حاجه اسمها البوكس موديل. طيب تعالى نعمل انسبكت هنا، والانسبكت دي هو ان انا ممكن اجي اعمل ادوس كليك يمين وادوس انسبكت، او ادوس F12. تمام. لو جيت هنا على الاليمنتس، تمام، دي اسمها ادوات المطور. تمام. وبصيت هنا على البوكس اللي انت شايفه ده، هلاقي مارجن، بوردر، بادنج، والايه وحاجه كده ثانيه مش مكتوب عليها. طيب تعالى نمشي واحده واحده من بره. المارجن هو المسافه اللي حوالين العنصر. فلو جيت انا مثلا كده جيت قلت مثلا شلنا الاخوات دي، وجيت انا تعالى نصغر برده كده اهو، وجيت قلت ان انا عندي فورم، الفورم ده انا عايز المارجن بتاعه يبقى 20 بكسلز، وجيت عملت ريفرش هلاقي اتحرك هنا. هتقول لي طب لو انا خليته مثلا 50 بكسل وجيت عملت ريفرش هلاقيه برضو بص اتغير ازاي، بص ما بقاش لازق في الجناب. هتقول لي هو ايه المارجن ده اصلا؟ هقول لك المارجن ده هو المسافه اللي ما بين العنصر وما بين العناصر التانية اللي جنبه، المسافه الخارجيه اللي ما بين العنصر نفسه والعناصر اللي جنبه. تمام، ممتاز قوي. هتقول لي طيب يعني ايه البوردر بقى؟ هقول لك البوردر ده بكل بساطه، لو جيت انا كده عملت مثلا بوردر وطبعا هنشرح الحاجات دي بالتفصيل دلوقتي مفيش مشكله، وعملت ريفرش هلاقي الايه الخط اللي حصل ده. يبقى البوردر ده ممكن مثلا ازوده اخليه 10 بكسل عشان يبقى واضح. هبص كده تمام هلاقيه بالشكل ده. يبقى البوردر ده عباره عن ايه؟ البوردر ده عباره عن الحدود بتاعه الايه بتاعه العنصر نفسه. طيب البادنج بقى، البادنج هي المسافه الداخليه وما بين العنصر نفسه والعناصر الداخليه اللي ما بينه، يعني اللي ما بينه اللي جواه نفسه. تمام اهو جيت انا عملت بادنج مثلا تمام 20 بكسل، عملت كده وعملت ريفرش مثلا هلاقي بص ما بين يعني المارجن اللي بره اهو بص عامل ازاي، خلاني انا العنصر نفسه يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه بادنج ما بينه وما بين البادي، ما بينه وما بين الجناب. وهنا البوردر نفسه اهو بص شكله عامل ازاي اهو. والمارج والبادنج بقى اللي انا ضفته اللي هو ده خلالي فيه 20 بكسل ما بيني وما بين الايه، ما بيني وما بين العناصر اللي جوايا. ادي ما بين ادي البوردر اهو بتاع العنصر نفسه اللي هو الفورم. تمام. وادي العناصر اللي جواه كلها اهي. تمام. في بقى جوه مسافه اهي. تمام. وده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن يعني المنظر اللي انت شايفه ده او اللي انا بشاور عليه هنا ده هو عباره عن الكونتنت او المحتوى نفسه بتاع الايه بتاع العنصر اللي هو الفورم نفسه. طيب تعالى بقى ناخد واحده واحده كده الايه البادنج، نفهم البادنج الاول وبعد كده ايه هنفهم المارجن والبوردر والحاجات دي. البادنج اصلا المفروض يعني ان انا بكتب مثلا بادنج ماشي 20 بكسل مثلا، ممكن اكتب بادنج توب. تمام. وهنا مثلا بكتب بادنج مثلا بادنج ليفت ماشي، وبادنج بالظبط زي ما انت شايف كده توب ليفت رايت بوتوم. هتقول لي طيب انا كده مثلا ممكن اخلي الليفت 20 25 مثلا واعمل ريفرش. نعمل ريفرش تعالى نرجع البوردر علشان يبقى الاختلاف واضح. تمام. مثلا 1 بكسل اهو. تعالى نرجع البوردر بدون ما نفهم السنتكس دلوقتي وبعدين هنرجع نفهم الايه. ادي البوردر اهو. تمام. هتلاحظ حاجه هنا، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان المسافه اللي في الليفت اكبر شويه. تعالى نكبرها شويه حلوين علشان يبقى اوضح بالنسبه لك. هتلاقي هنا تعالى نكبرها شويه اكتر شويه، هلاقي هنا ان المسافه اللي هنا تمام هي مش باينه غير في الشاشه الصغيره. ماشي. طيب تعالى نكبرها شويه كمان 70 اهو. هلاقي المسافه اللي هنا كبرت اكتر، البادنج ليفت ده بقى كبر اكتر. طيب لو انا عايز مثلا بوتوم اخليه مثلا 100 مثلا وجيت انا عملت كده اهو، هلاقي المسافه اللي تحت دي برضو كبرت اهو اكتر. فانا هنا انا بالشكل ده اديت مسافات مختلفه. التوب 20 ماشي، والليفت اللي هو الناحيه دي خليتها 70، والرايت اديتها 20، والبوتوم اديتها 20. تقول لي طيب لو انا عايز بقى اختصر كل الكلام ده هعمل ايه؟
ايه، هحذف كل ده تمام، واجي اقول له هنا بادنج على طول وادي له رقم 20. يبقى انا كده اختصرت، قلت له من كل الجوانب خليهم 20. هتقول لي تمام، بس انا كده فقدت ميزه ان هو يعمل لي بادنجز مختلفه ما بين ايه، يعني التوب غير البوتوم غير الليفت غير الرايت. اقول لك لا، احنا ما فقدناهاش ولا حاجه. تعالى نعمل كده تمام. لو بصينا كده تمام هنلاقي ان انا هنا اديته 4 قيم هنا تمام. ده القيمه دي بتاعه التوب تمام، القيمه دي بتاعه الرايت تمام. فانا هاجي هنا مثلا اخلي دي 200 واعمل هنا ريفرش مثلا، فخليت القيمه بتاعه الرايت هنا الرايت هنا كام، الرايت هنا 200. طيب هاجي هنا مثلا اخلي القيمه دي لا خليها مثلا 40 مثلا او 50 تمام. القيمه دي بتاعه البوتون تمام بالشكل ده اهو بقت 50. القيمه دي بتاعه الليفت ممكن اخليها مثلا 60 مثلا. فجيت انا عملت هنا ريفرش هلاقيه طبعا اداني هنا، انا هنا ممكن مثلا اخليها 160 تمام، واجي اعمل ريفرش كده هلاقيه اداني ايه، اداني ال 160. طبعا هنا يعني في الشاشه الصغيره ما بيبانش قوي تمام. طيب المارجن تمام بياخد نفس الطريقه بالظبط بتاعه البادنج تمام كده. يعني انا لو كده لو كتبت هنا مارجن مثلا، فبدل ما هو هيطبق الكلام ده جوه هيطبقه بس من بره تمام. هو هنا خلى البادنج صفر لان انا ايه، انا مش مديله بادنج خالص هنا اهو، لكن انا مديله مارجن. فالمارجن ده خلى فيه هنا من فوق فيه 20، فانا ممكن اخلي مثلا من فوق فيه 200. فاجي اعمل هنا مثلا ريفرش، ده هنا ايه عمل مسافه كبيره. هنا ممكن مثلا اخلي 20 بس، ده احنا اتفقنا ان ده الرايت تمام. فهاجي اعمل هنا ريفرش بس هو بص كده هتلاقيه ايه، هتلاقيه اهو بقى هنا بقى سايب مسافه صغيره خالص. هاجي انا مثلا هعمل هنا 50. طبعا من تحت ما فيش حاجه هتحصل لان ما فيش عناصر تحت تبان عليها، ولكن هنا مثلا انا كنت مخليه 160 ممكن اخليه 200 مثلا تمام، واعمل ريفرش كده فهلاقيه من ناحيه الليفت بقت ايه، بقت مختلف اكبر يعني. طيب انا ممكن عندي في المارجن بقى ميزه حلوه قوي اسمها اوتو تمام. الاوتو دي عباره عن ايه، الاوتو دي عباره عن ان انت بتعمل اوتوماتيك يعني من كل النواحي تمام، من كل النواحي اوتوماتيك كده مارجن اوتوماتيك. يعني بتخلي من الاخر كده انت بتسنتره في النص تمام، انت بتخليه يبقى واخد السنتر كله. هتقول لي ايه ده مش واخد السنتر ولا حاجه، هقول لك ما انا مش مديله اصلا، مش مديله ويدث. فانا ممكن كده اديله ويدث تمام، اديله عرض تمام، واقول له مثلا 100 بكسل حلو، واجي اعمل ريفرش هنا اهو هلاقي 100 بكسل بقوا في النص بالظبط اهو كده تمام. هتقول لي تمام، طب ما تديله ويدث اكبر شويه، حرام عليك انت خانقه في الدنيا. اقول لك تعالى نديله 300 اهو. هتقول لي طيب انا اديته ويدث ممكن اديله هايت كمان، هقول لك انت ممكن تديله هايت اهو، هايت يعني طول، فتديله مثلا مثلا 400 بكسل. يلا ان شاء الله مع حد حوش 400 بحالهم. فهاجي اعمل ريفرش كده هلاقيه بقى 400 اهو. هتقول لي طيب تعالى بقى اشرح لي البوردر، ايه اللي انت كاتبه ده في البوردر؟ هقول لك يا باشا انا عينيا ليك. البوردر بالشكل اللي انت شايفه ده طبعا مش محتاجه. هنا انت بتقول سمك البوردر قد ايه. انا كنت عامله 1 بقى كان رفيع، هنا عملته 10 بقى تخين شويه، هعمله 100 بقى تخين جدا. السوليد هنا ده الشكل، انا ممكن اخليه على فكره حاجه اسمها دوتد مثلا، دوتد بالشكل ده حلو، واجي اعمل هنا ريفرش بص هلاقيه بالشكل عامل ازاي. ممكن اعمل مثلا ايه تاني، ممكن اخليه مش عارف، ممكن اخليه كان في اشكال تانية بس انا مش متذكر. طيب مش مهم، ما علينا، ممكن تسيرش عليها عادي عادي جدا تمام، تعمل سوليد. وهنا بقى الكالر، هنا مثلا ممكن تخلي اللون كده بالشكل ده اهو. هتقول لي ايه ده قلب اللون، ده انا كنت كاتبه بلاك بالالوان. هقول لك عادي، ما انت هنا دي قيمه الوان، فقيمه لون في سي اس اس عادي جدا تمام. تعالى بس نكبر دي كده، قيمه لون في سي اس اس ممكن تستخدم اي نوع من الاربع انواع اللي احنا اتفقنا عليهم، سواء اسم اللون، سواء الار جي بي بتاعه، او الار جي بي اي، او الايه تكتب الهكسا كود بتاعه عادي جدا تمام. طيب في حاجه اسمها بقى بوردر ليفت تمام بالشكل ده. وهاجي مثلا هقول ان البوردر ليفت ده بالذات انا عايزه 5 بكسلز، وهخليه برضو داشد وباللون الاحمر عادي تمام. هاجي اعمل كده هلاقي ان البوردر ليفت ده شكله اتغير حلو. طيب في ايه تاني، في بوردر رايت عادي جدا، هيغير هنا وكل حاجه. طيب تعالى نجرب بوردر رايت تمام، وتعالى نقول مثلا نخليه مثلا ايه، نخليه 15 بكسل تمام، ونخليه ده بقى المره دي نخليه سوليد تمام، ونفس اللون عادي جدا.
ونجرب نعمل ريفرش اهو بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل شكل جميل مثلا، طبعا بعيدا عن المنظر المقرف اللي احنا عملناه ده، مش منظر جميل ولا حاجه فخلينا نحاول يعني نخلي الشكل احلى شويه. تمام. ونكتب مثلا مثلا ايه الشكل ده، نخليه مثلا 3 بكسلز، ونخليه سوليد عادي. تمام. ونخليه مثلا باللون يعني لون نعمل زي كده، ونحط مثلا الهايت 300 بكسل، وندي باك جراوند كولر مثلا بالشكل ده، ونيجي نعمل تمام. تعالى بقى عايزين يعني نخلي الشكل محترم شويه، يعني لازقين في البوردر وبتاع، عايزين نطبق اللي احنا اتعلمناه، فهنعمل بادنج. تمام. وهنخلي البادنج 20 بكسل، لان ايه، لان انا عايزه من كل الاتجاهات عادي. وهاجي اعمل ريفرش. ماشي، حلو قوي، شكله بقى احلى شويه. تعالى ندخل على ال HTML ونشيل الانبوت الزياده ده، احنا كنا بس بنجرب. تمام تمام. وتعالى نعمل ريفرش كده، نبص، حلو قوي، شكله جميل. طيب تعالى يعني نعمل بوردر راديوس بقى، يعني تعالى نرجع لحته البوردر اللي فوق دي. تمام. وانا عايز اعمل يعني شكل جمالي هنا، بدل ما تبقى حواف حد، انا عايز منظر حلو. فتعالى نكتب بوردر راديوس، والبوردر راديوس ده مثلا يبقى 10 بكسلز. اوكي، انا ممكن اخليها 10 بكسلز. تعالى نبص الشكل بقى عامل ازاي، ايه اللي حصل. اوكي، انا كتبت هنا السيمي كولون قبل الكلام. بص الشكل بقى شكله حلو ازاي. تعالى نغير بقى ايه المنظر ده شويه. لا انا حاسس اللون ده مش حلو. تعالى مثلا نختار لون يبقى مثلا حاجه مثلا ليها علاقه بالوايت شويه. ماشي، اللون ده شكله لذيذ. ايه ده، نفس اللون؟ نفس صباح الفل. لا انا عايز لون يكون كده اهو. ماشي، ده شكله حلو. تعالى نجرب نعمل حاجه جديده كده. ايه رايك نحط تحت الفورم صوره؟ تمام، الصوره بتاعتنا الجميله اللي احنا نحط كده صور، مثلا نقول ان هي اسمها image.jpg. تمام. ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. بص المنظر، خدت ايه، خدت يعني منظر كبير قوي. في كورس ال HTML احنا قلنا هنحط هنا اتريبيوت اسمه width، واسمه واتريبيوت تاني اسمه height. لا تعالى احنا هنا نعمل حركه حلوه قوي، وندي احنا الايمج دي الويدث بتاعها من السي اس اس. تمام. ونكتب كده width مثلا يبقى 300 بكسل. وتعالى نخلي الهايت كام، نخلي بقى الهايت اوتو. تمام، علشان ما يبوظش الايه، عشان ما يبوظش الشكل يعني. تعالى كده نجرب. تمام. انا هنا خليت الايه الويدث 300. تمام، بس اديت الهايت يبقى اوتو. ليه؟ انا لو خليته 300 برضو، تمام، 300 بكسل برضو، وجيت عملت ريفرش هنا اهو كده، بص المنظر هيبقى عامل ازاي. هتبقى كانها مربعه. هي الصوره اصلا ابعادها مش مربعه، انا مش عارف ابعاد الصوره بالظبط كام، فانا هخليها اوتو. تمام. انا بس اهم حاجه ان الويدث بتاعي ما يكونش ايه، ما يكونش يعني مش مظبوط. تمام. وما يكونش واخد كميه مساحه كبيره قوي. طب تعالى مثلا انا عايز احط الصوره دي في النص، فتعالى نوصلها في النص، ونكتب زي ما اتعلمنا مارجن اوتو كده بالشكل ده. وتعالى نجرب. تمام. تعالى نجرب. ما ينفعش. هتقول لي ده ما ينفعش ليه بقى؟ هقول لك لان ده الايمج يا باشا هو عباره عن عنصر انلاين. يعني ايه عنصر انلاين؟ يعني عنصر بيجي هنا مثلا. تمام. ويبقى لو حطيت اي عنصر جنبه هيتحط عنصر جنبه وهكذا. فالمارجن اوتو هنا بيشتغل على اساس ان هيبقى فيه عناصر جنبه، فهو مش هيوسطنه. ففي الحاله دي انا عايزه يبقى بلوك اليمنت، انا مش عايزه يكون عنصر جنبه عناصر تانية. انا عايز كانه يشتغل كانه بلوك اليمنت، كانه زي الفورم دي كده مثلا، مش عايزه انلاين اليمنت. فهاجي هنا اقول له ديسبلاي. تمام. بلوك. اول ما هاجي نكتب هنا ديسبلاي بلوك، هو اعتبره بلوك اليمنت. لو انا جيت مثلا دخلت على ال HTML هنا ودبلرت كده الايمج دي وعملت ريفرش، هلاقيه مش هيحط لي الايمجز جنب بعض. تمام. في حاله ان انا عارف لو شلت دي كده وعملت ريفرش، بص اللي هيحصل، هيتحطوا جنب بعض. حلو كده. فبالتالي انا ايه، انا كده مش عايزهم جنب بعض، انا عايزهم تحت بعض عادي. حلو قوي. طيب انا شايف المنظر ده مش حلو، لازقين في بعض والدنيا كده مش لذيذه. تعالى نعمل اللي احنا اتعلمناه. تمام. هتقول لي ده انت اصلا مدي مارجن اوت، هتدي ازاي هنا مارجن تاني؟ احنا اتعلمنا ان احنا عشان نسيب مسافات هندي مارجن. طب ايه الحل؟ هقول لك يا باشا انا مش محتاج المارجن اوتو ده غير في الجناب بس، علشان هو يفهم ان انا في الشمال واليمين انا عايزه متوسط، لكن فوق وتحت مثلا انا عايزه يديني مارجن فوق ومارجن تحت. فهاجي هنا اكتب له، اقول له مارجن توب 10 بكسلز مثلا، ولا نخليها 20، نخليها 20 بكسل.
بكسل، ونيجي هنا نقول له مارجن بوتوم 20 بكسلز برضه. تمام واجي اعمل هنا ريفرش، هلاقي عمل ريفرش. تقول لي حلو، انت كنت اصلا بتعمل الموضوع ده كله عشان انت عايز تعمل صوره ايه يعني مدوره. هقول لك انت صح، تعالى نعمل الصوره المدوره عن طريق ان احنا نعمل بوردر راديوس. هتقول لي استنى، انت قبل ما تعمل بوردر راديوس انت اصلا ما عملتلهاش بوردر، فانت لو تبص هنا مش هتلاقي اي بوردر، صح؟ يعني انا لو جيت هنا حطيت مثلا الكود ده كده، قلت له بوردر 3 بكسلز سوليد مش عارف ايه، واديته لون، هيعمل لي بوردر. لكن انا في الحاله دي انا ما عملتش بوردر اصلا. هقول لك انت صح، بس انا هنا مش عايزه يعمل بوردر اقدر اشوف، انا بس عايزه يعمل راديوس في البوردر، في الحواف نفسها يعمل راديوس من غير ما يضيف سمك تاني للبوردر. فانا مش هقول له المنظر ده، انا مش عايزه يعمل كده، مش عايزه يضيف لي قيمه للبوردر، مش عايزه يضيف لي لون زياده او مساحه ليه. انا عايزه بس الحواف نفسها يبقى ليها راديوس، فانا هحطه عادي جدا من غير ما من غير ما اضيف البوردر 3 بكسلز وسوليد والكلام ده كله. تمام، تعالى نعمل ريفرش، هتلاقي ان هتلاقي المنظر ده. هتقول لي طيب ده انت محتاج محتاج يعني تكتر مثلا. افرض عملنا 1000، اقول لك حلو عملنا 1000، هنيجي نعمل كده هنلاقيها برضو ما وصلتش لان هي تبقى دايره. عشان كده زي ما اتفقنا مع بعض احنا عايزين نعمل 50%. تمام، 50% بوردر ريديوس. هنعمل ريفرش كده هنلاقيها دايره. هتقول لي يا معلم انت بتضحك عليا، بص كده دي مش دايره. هقول لك انت صح، بس خلينا نفهم حاجه مهمه قوي. الدايره بتتعمل بالظبط لما يكون العنصر مربع. اللي حصل هنا ان انا عندي البوردر بالشكل ده، هو اصلا بالشكل ده. انت شلت 50%. تمام، شلت 50% من من الزاويه القائمه، من الزاويه القائمه دي. تمام كده اهو، حلو. ولكن انا اصلا مش مربع. فتعالى نعمل حاجه، نقول مثلا الهايت مثلا 300 بكسل برضو. تمام، هنلاقيها بقت دايره بالظبط. شفت ليه؟ انا لو تعالى بس نشيل الكود ده كده ونبص، هنلاقيها بص بقت مربع. فانا لو جيت هنا وجيت هنا اهو وقمت شايل 50% من الزاويه القائمه دي، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام، هتفاجئ اصلا بحاجه، ان هو بقت بقت زاويه قائمه، بقت دايره، انا اسف. فلو جيت انا عملت كده فعلا ده فعلا شال بقى 50% بوردر ريز، بقى دايره بالظبط. تمام. طيب عايز اخلي شكل الزرار ده حلو شويه. تعال نقول مثلا هو هنا بيستخدم بيستخدم انبوت. تمام، من تايب سبميت. فتعالى نعمل له، نقول له ان اي انبوت مثلا تمام بلاش نجش. تمام، نخلي الباك جراوند بتاعته لونها، نخلي لونها احمر غامق مثلا. مش نقول له الباك جراوند كولر. تمام، ونحط كده يعني مش احمر، ده براون. فتعالى نعمل يعني ندي احمر غامق، وتعالى نعمل ريفرش. الله انت يا عم اللي انت عملته ده انت خليت اللون ده احمر وده احمر وده احمر. هقول لك صح. طيب ايه الحل هنا؟ انا عايزه يعمل لي الانبوت اللي التايب بتاعه ايكوال سبميت بس. هقول لك تعالى نقول له الكلام ده. هتقول لي هنقول له ازاي؟ هقول له هاجي بعد كلمه انبوت واقول له، وافتح له الاقواس اللي هي المربعه دي، واقول له التايب بتاعي ايكوال سبميت. تمام، انا عايزك تعمل لي التايب بتاعي ايكوال، تنفذ ده على الانبوت اللي التايب بتاعه، اللي الاتريبيوت اللي اسمه تايب ايكوال سبميت. هتقول لي تمام. طب افرض انا مثلا عايز يعني، تعالى نعمل ريفرش كده ونشوف اهو طبق هنا. هل ده بيتنفذ على التايب بس؟ لا، ده بيتنفذ على اي اتريبيوت. انا ممكن مثلا اقول له هنا تعالى بس نكبر الشاشه دي شويه، اللي الاي دي بتاعه مثلا ايكوال ايميل، عادي جدا اهو. اللي الاي دي تمام ايكوال ايميل مثلا. تعالى نعمل ريفرش اهو بالظبط. هتقول لي طيب تعالى نخليه مثلا اللي النيم بتاعه ايكوال نيم. تعالى نخليه اللي الاتريبيوت اللي اسمه نيم بيحتوي على قيمه اسمها نيم. هعمل ريفرش هلاقيه ظهر هنا. هتقول لي حلو قوي، تعالى بقى نبطل لعب كده ونرجع للتايب اللي اسمه سبميت ونعمل كده ريفرش. المنظر ده مش عاجبني، اللون مش مناسب مع لون الخلفيه. هقول لك تعالى نخلي الكالر وايت. هتقول لي تمام، انت راجل محترم قوي. هنا هو بيقترح عليا ان البوردر بتاعه يبقى نل. ليه؟ لان انت لو لو عملنا زوم هنا هنلاقي بص في بوردر كده شكله وحش قوي. هقول لك بص، انا مش عايز اعمل اللي فيجوال ستوديو بيقول لي عليه، انا عايز اخلي البوردر بتاعي شكله حلو. فتعالى كده نجرب نعمل حاجه حلوه قوي. تمام، تعالى نجرب نخلي مثلا البوردر تمام مثلا يعني 1 بكسل، وال1 بكسل ده يبقى سوليد عادي، سوليد. تمام، ونخلي مثلا اللون، تعالى نشوف اللون اللي هو مقترحه ده ده براون. لا ده شكله ده اغمق شويه. افتح شويه من هنا،
طيب تعالى نجرب. ده شكله فعلا حلو، تعالى كده نجرب نشوف. مفيش فرق كبير، انا عايزه يبان شويه فرق بسيط، فتعالى نعمل مثلا كده اهو ونجرب نعمل ريفرش. تمام، ده فعلا في بان اهو. طب تعالى نخليه 2 بيكسلز كده. ده شكله فعلا بقى لذيذ. تعالى نخلي شكله احلى كمان. تمام نخلي شكله احلى ازاي؟ تعالى نديله بوردر راديوس كده، تعالى نديله بوردر راديوس. تمام، ونقول مثلا 2 بيكسلز مثلا. تمام، حلو قوي بس مش باينه قوي. طب تعالى نديله بوردر راديوس مثلا 5 بيكسل مثلا. اوكي، شكله كده احلى، حلو قوي قوي قوي. طيب ماشي، تعالى نعمل حاجه تاني. انا شكل الانبوت ده مش عاجبني. تعالى نعمل انبوت. تمام، ونخليه كده اهو. تمام، ونخلي مثلا نديله البوردر بتاعنا يبقى لونه لذيذ. مثلا نخلي البوردر ايكوال. تمام، نخليه مثلا 2 بيكسلز، ونخليه سوليد، ونخليه ماشي. ندينا الاقتراحات ده بتاعته الحلوه دي، بس انا عايز ماشي نخليها بنفس اللون. هو راجل شاطر بيعرف يختار الوان احسن مني. ونخلي البوردر راديوس 5 بيكسلز زي الايه الانبوت اللي هو الزرار. وتعالى نجرب. انا فعلا محتاج اوقف خاصيه الاوتو كومبليت او الاوتو فيل بتاعته دي، علشان هي فعلا بتعمل لي ايه يعني، بتخليني اكسل اكتب كود. فيعني وانت بتتعلم في الاول ده هنا بيديني ايرور، وفعلا الكود مش عايز يتنفذ. تعالى نشوف الايرور. بص حاجه صغيره خالص واحنا ما خدناش بالنا منها. تعالى نعمل ريفرش تاني كده. بص هو اتنفذ اهو. الله، حلو قوي حلو قوي، شكله جميل فعلا. طيب تعالى كده، انا عايز مثلا لما اكتب هنا بيديني لون اسود، لا ده انا عايزه لما اكتب مثلا يديني لون احمر برضه نفس اللون. تمام، تعالى نقول له color. تمام، وناخد المنظر ده ونقول له كده اهو ونجرب. تعالى هنعمل كده. الله، ده شكله جميل جدا. طيب حلو قوي. تعالى نجرب مثلا ان احنا نقول ان الزرار ده انا عايزه يبقى لما اجي اقف عليه كده بالماوس يبقى فيه شكل احلى شويه، يغير شكله مثلا، اللون الخلفيه يفتحها شويه. طيب نعمل ده ازاي؟ الحاجه دي اسمها هوفر. الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها هوفر. تعالى. تمام، احنا بس عايزين نغير مجرد بس الكالر. تمام، الكالر والباك جراوند كالر. انا عايز اخلي الباك جراوند كالر افتح شويه، والوايت ده نخليه لا انا كده بعمل ايه، نخليه افتح شويه، والوايت ده نخليه مثلا يعني اغمق شويه. تمام، طيب تعالى اقول لك نعمل الهوفر ده ازاي. تمام، هاجي هنا. تمام، بعد المعرف ده اللي هو انبوت. تمام، وانا مديله هنا تايب، فماشي هنعديه كمان وادوس اعمل العلامه دي واقول له يا باشا هوفر. تمام، لما يتعمل لك هوفر يعني لما يتعمل كده. تعالى بقى نعمل ريفرش هنا اهو، نعمل ريفرش وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل. الله، ده بص اهو، شفت اتغير ازاي؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب تعالى ندي هنا كمان للانبوت ده اول ما اعمل هوفر الخلفيه دي شكلها ايه، لونها يتغير. تعالى ندي كوبي كده ونقول ماشي، احنا مش محتاجين الحاجات دي هنا. ونقول مثلا الكلر هو عادي مش هيتغير، انا عايز بس الباك جراوند كلر يبقى ماشي اللون ده حلو. تمام، لا بس انا كده ايه، ما استفدتش حاجه. ده انا عامل نفس هنا انا عايزه اعمل كده، ادوس هوفر اوكي واعمل كده اهو. بص شفت خدت بالك؟ لا تعالى نجمع اللون علشان يبان اكتر. بص شفت مش باين برضو؟ تعالى يا باشا نجمعه، احنا ورانا حاجه نجمعه لك يا باشا. شفت حلوه ازاي؟ ايه الحلاوه دي؟ طبعا ده منظر مقرف جدا، محدش يعمل زي يعني، بس احنا بناخد مثال يعني. طيب انا فكرت دلوقتي ان انا عايز الصوره مثلا تبقى باك جراوند للويب سايت كله. تعالى نشيلها بدل ما نحطها تحت كده، نخليها باك جراوند للويب سايت. اعمل ده ازاي؟ تعالى نطلع فوق كده خالص ونرجع هنا ونقول له انا عندي سيلكتور اسمه بودي. تمام، انا عايز البودي ده بعدين في الكاركترز اللي بتكتب زياده دي، ونخلي الباك جراوند بس مش كرر بقى المره دي، هخلي الباك جراوند ايمج هتبقى مثلا الباك جراوند ايمج ليها يو ار ال معين. تمام، ايه هو اليو ار ال ده؟ هيبقى يو ار ال كده. تمام، وافتح قوسين وادخل جواه احط تو كوتيشن مارك مثلا، واخليها image.jpg. تمام، وما انساش السيمي كولون طبعا مهمه. طيب هو مديني هنا ايرور، واضح ان انا كاتب حاجه غلط. انا ناسي بدلت حرف. تمام، طيب كده انا اعمل ريفرش بقى. هتقول لي يا نهار ابيض انت منظرك وحش جدا ما اشتغلتش. اقول لك يا باشا تعالى نعمل انسبكت ونعرف هي ما اشتغلتش ليه. طيب هنيجي هنا وندوس على البراوزر وندوس F12 او كليك يمين انسبكت اهو، ونيجي عند البودي اللي معمول له باك جراوند اهو، وهننزل. يا نهار ابيض ده مثلا مش مشطوب عليه ولا حاجه، لا ده الدنيا تمام اهو. طب تعالى نعمل كليك يمين هنا ونقول له اوبن النيو تاب.
ده اصلا فايل نوت يعني couldn't be accessed. تعالى كده نبص على اليو ار ال، هنلاقي ان البروجكت سي اس اس ايمج. ايه ده فاكر ان الايمج جوه ملف سي اس اس. هتقول لي ازاي ده ملف الاندكس بره؟ هقول لك ما هو ملف السي اس اس جوه يا معلم. يبقى ملف السي اس اس جوه فولدر اسمه سي اس اس. فهو هنا فهم ايه؟ فهم ان الايمج دي جوه مين؟ جوه ملف السي اس اس بتاعه. طيب احل المشكله دي ازاي؟ اجي هنا بكل بساطه اقول له نقطتين وكده. طيب معنى ايه النقطتين دول؟ النقطتين دول في اي يو ار ال في الدنيا معناهم ارجع لورا خطوه. فهنا انا بدل ما كأن مثلا لو هنا مثلا هو كان كاتب سي اس اس كده تمام، انا بقول له شيل السي اس اس ده، ارجع لي من سي اس اس لبروجكت، من الفولدر اللي اسمه سي اس اس، ادخل لي على الفولدر اللي قبله على طول اللي براه اللي هو بروجكت. تعالى كده نجرب هتشتغل. هي فعلا اشتغلت. هتقول لي هي اشتغلت وزي الفل، بس انت بص شايف المنظر ايه يا عم ده؟ هقول لك تعالى بقى نظبط الكلام. هتقول لي نظبط الكلام، تعالى نظبط الكلام. باك جراوند كلر، باك جراوند ايه يا معلم؟ باك جراوند سايز ونخليها كفر. تمام تعالى نعمل كده. شفت ازاي كفر دي خلت الويدث على قد الايه، يا دوب على قد الصفحه بتاعتي بالظبط. لو انا كبرتها كده الويدث بتاعي هيبقى على قد الايه الصفحه، لو انا صغرتها الويدث بتاعي هيبقى على قد الايه. بس تعالى عشان هو عمل مشكله هنا اهو، بص عمل ازاي، يعني خلاها على القد بالظبط بس بقى في تكرار. طيب انا كده فاهم تمام، بس انا عندي مشكله مع التكرار ده. ايه الحل فيه؟ الحل فيه ان انا اجي هنا واقول له باك جراوند ريبيت نو ريبيت. اوكي واجي اعمل كده اهو. هتقول لي يا باشا ده ساب مكان فاضي. طيب انا هنا عملته فعلا زي ما انت شايف اهو بمساحه البودي كله. هتقول لي بس دي مش مساحه البودي كله. تمام انا عايزه ياخد البودي يعني كامل بمساحه الصفحه كلها. هقول لك بالنسبه للبراوزر ده كده البودي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك البودي اصلا متكون من ايه. البودي متكون من دفايه جواه. تمام الدفايه دي جواها فورم. تمام الفورم دي واخده ويدث معين. تمام تعالى ننزل عند هنلاقي ان لا واخده هايت معين. الهايت اهو 300 بكسل، فهي واخده الهايت ده. طيب لو انا جيت عملت مثلا يعني كررت الفورم ده والديف ده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هلاقي ان البراوزر بالنسبه له البودي هو عباره عن تو فورمز. تمام بمساحه ايه الشاشه كلها كده. هتقولي طب ده كبر الايه، كبر البتاع ده نفسها بشكل كبير قوي لدرجه كبر الباك جراوند بشكل كبير قوي لدرجه ان هي ما بقتش باينه. وفي حاله مثلا يعني هديك مثال، لو انا عايز اعمل كده طبعا اللي هيحصل ده غلط، انا بس بدي مثال. عملت ريفريش انا عايزه ينزل لي الباك جراوند دي لتحت، ايه اللي هيحصل؟ اقول لك عادي احنا ممكن نيجي هنا مثلا عند باك جراوند سايز ونقول له مثلا 100%. تمام لو جينا بصينا هنا عملنا ريفريش هنلاقي ولا حاجه حصل. تمام هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هو كده اداها ويدث 100% وهايت 100%. الويدث فعلا هو 100% اهو من اول 100% من البودي، والهايت هو 100% من البودي برضو، لان البودي اخره هنا. اللي تحت ده هو مكان فاضي خلاص، البودي كان وقف لحد هنا ما فيهوش اي محتوى تاني. لكن انا ممكن اجي اعمل هنا مثلا اقول له 100% برضو. هتقول لي ايه؟ طب ال 100% دي عباره عن ايه؟ اقول لك ال 100% دي عباره عن 100 الاولانيه 100% width 100% هايت. هتقول لي ما هو هيدينا نفس النتيجه. اقول لك صح، لو عملنا ريفريش هو هيدينا نفس النتيجه. ليه؟ لان هو ده البودي، يعني هو ده ال 100% من البودي. فاحنا كده ممكن نيجي نعمل حركه ونخليها مثلا 200%. بص بقى عامل ازاي. هتقول لي طب انا ممكن اكتب هنا مثلا بالبكسل، يعني مثلا ممكن اكتب هنا 100 بكسل وهنا مثلا 200 بكسل، اجرب مثلا ينفع عادي. وده اللي هيحصل، هيجيب لي فعلا 100 بكسل اهو في الهايت، وهتبقى ده حجم الباك جراوند فعلا. طيب تعالى نعمل بقى ايه تجربه. تمام هرجعه زي ما كان، وافترض ان البودي بتاعي هو عباره عن فعلا حاجه ماليه الصفحه كلها، ماليه الهايت بتاع الصفحه كلها، لان اي موقع طبيعي ان هو بيبقى الهايت بتاعه كبير يعني. وانا عايز اخليه يعني ما يبقاش زي ما انت شايف كده ايه، زي ما انت شايف كده في جزء من الايه، انا عايزه يستريتش الصوره من الاخر. يعني عايز الصوره تبقى على قد البودي، ما يبقاش جزء منها مش ظاهر. فهاجي انا اعمل 100% تمام زي ما احنا اتعلمنا، وبرضه هقول له 100% تاني. هاجي اعمل ريفرش كده هلاقيه هنا بقى هو ظبط لي الصوره هيبقى ابعادها 100% طول 100% ويدث يعني عرض و100% طول، ايا كان بقى الطول والعرض ده قد ايه. تمام كده. بس طبعا كل حاجه من دي، كل حاجه انا اتكلمت فيها تفاصيل تانية كتيره قوي 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 قوي. والسي اس اس يعني فيها كميه حاجات كتير. احنا زي ما اتفقنا مش هنتكلم في مثلا حاجات زي الفليكس بوكس او الحاجات اللي هي الانيميشن وكده، علشان ما ندخلش في تفاصيل معقده. احنا هدفنا هنا في الكورس ده ايه؟ ان احنا نعمل بروجكت بسيط قوي، ناخد اساسيات السي اس اس علشان نبقى قادرين نعمل سيمبل ويب بيج او سيمبل
بيج. ان شاء الله هينزل كورس ادفانسد سي اس اس، هنتكلم اكتر عن الفليكس بوكس والانيميشن، هنتكلم عن حاجات مثلا زي الفلوت والرايت. الفلوت والرايت هي حاجه يعتبر مش حاجه ادفانسد قوي، ولكن احنا هنسيبها لجزئيه الادفانسد سي اس اس. هنتكلم عن الميديا كويريز. لو احنا دلوقتي عندنا مثلا يعني لو انا فتحت البراوزر كده فول بيج، بص زي ما انت شايف ده كده بحجم الكمبيوتر، لكن انا ممكن اجي اقول له انا عايز حجم موبايل، فبص الشكل بقى عامل ازاي، وحش جدا طبعا. تخيل ده كده حجم الموبايل واليوزر شايف المنظر ده، طبعا هو لازم يقعد بقى يزوم 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 علشان يقدر يكتب هنا. لكن انا في الحقيقه انا لازم اكتب، يعني لازم يبقى ظاهر لي بشكل مظبوط. طب ليه ده مش مظبوط على الموبايل؟ كل ده هنعرفه وهنعرف ازاي نعمله في الكورس الادفانسد سي اس اس ان شاء الله. برضو في حاجه اسمها البوزيشننج، ستاتيك، ريلاتيف، ابسوليوت، الاجزاء اللي هي لو انا مثلا عندي العنصر ده مثلا عايزه يبقى ستاتيك في الصفحه يبقى ثابت، وجزء تاني مثلا عايزه فيكسد يفضل زي الهيدر مثلا بتاع المواقع اللي بيبقى موجود فوق خالص هنا، وانا مهما بنزل هو برضو بيفضل موجود. ازاي الحاجات دي برضو بنقدر نعملها وما الى ذلك. تمام. اشوفكم ان شاء الله في الكورس الجاي، ان شاء الله هيكون جافا سكريبت.